أهلا بكم متابعي مسلسل رقم سري. النهاردة الحلقة الثامنة، وكانت الحلقة السابعة خلصت لما كان لطفي عبود ولقاء واقفين قدام النيابة علشان هيتحقق معاها، وفجأة بتظهر لهم ماجدة علوان اللي بيستغربوا جدا لما بيلاقوها جاية مع عمرو أنيس، وبيكونوا طبعا مش عارفين ايه اللي جابها وايه اللي وصلها لعمرو أنيس. فبتقف بتسلم على لطفي عبود، بيتضايق جدا لما بيشوفها، بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي لمكوا على بعض، مين فيكم اللي اتصل بالتاني او مين فيكم اللي طلب من التاني ان هو يكون المحامي بتاعه. بتقول له مش فارقه المصلحه واحده. طبعا بتبص للوافي اللي طبعا بيكون متضايق منها، وبيفتكر العلقه اللي هي اديتها له الرجاله بتاعتها في الجزء الاولاني من صوت وصوره. بتكون لقاء واقفه مستغربه من الحوار اللي بيدور ما بينهم. لطفي عبود بيسال ماجده، بيقول لها انا اخر معلوماتي ان انت سبتي البلد وهربتي بعد الاتهامات اللي كانت عليكي. قالت له انا ما كانش عليا اتهامات وكلها كانت متلفقه، وانا سويت اموري خلاص وراجعه، والمكتب بتاعي مفتوح بقاله شهر وكل حاجه عندي تمام، وانا عارفه جايه علشان اخد حقي. بتقعد لقاء قدام طبعا وكيل النيابه وهي متوتره جدا، وطبعا بيبتدي بيسالها، بيقول لها ان انت كانت علاقتك مش حلوه بندى عشماوي، فبتقول له اه. فبيقول لها، فبيسألها انت رجعتي الشغل ازاي؟ فطبعا بترد عليه وبتقول له انا رجعت الشغل لان عمرو ونيس طليقي كان مقدم على قرض في البنك، وانا عرفت بمعلوماتي ان ندى عشماوي كانت بتسهل له القرض، فعلشان كده انا هددتها ان انا هقول، فخافت مني ورجعتني. بيستغرب طبعا لطفي عبود من اللي هي بتقوله ده، ولانه طبعا بيكون اول مره بيسمع الكلام ده. وبعد كده بيقول لها طب وبالنسبه لكمال زين انت ازاي سويتي امورك معاه وازاي اتنازل عن المحضر؟ فبترفض طبعا ان هي بتتكلم وتبص للطفي عبود. فطبعا لطفي عبود بيقول له السؤال ده ما يخصش القضية، احنا جايين في قضية تانية ودي قضية ملهاش علاقة. فبيقول له ماشي، وبيقول لها انت دلوقتي انا جاي لتقرير ان انت كنت بتتعالجي نفسيا بسبب ان انت قتلتي زميلتك في المدرسة بسبب ان هي شتمت باباكي. فطبعا بتفتكر وبترجع بيها الذاكرة، فبتفتكر ان زميلتها دي وهم صغيرين وواقفين مع بعض بيلعبوا، فجت قالت لها انت ابوكي حرامي. فلما قالت لها يا بنت الحرامي، فراحت لقاء ماسكه فيها وزقاها، ولما زقتها البنت وقعت، اتخبطت دماغها في الديسك ووقعت ماتت. ولما لطفي عبود بيحس ان هي اتوترت، بيطلب من النيابه ان هو يخلي سبيلها لان هي مفيش اي حاجه عليها، وان هي جايه بس عشان يتاخد اقوالها، وان هي المفروض ان هي تمشي. بعد كده المشهد بيجي على ماجدة علوان وهي رايحه لوافي اللي طبعا مشي وبعد بعيد لما لقاها كانت موجوده. فراحه بتقول له ازيك يا وافي، انا واضح ان انا عملت لك تروما بعد اللي حصل، بس انا جاي اعتذر لك واقول لك معلش حقك عليا، وانا جاي عايزه افتح معاك صفحه جديده. فطبعا وبتمدله ايديها. فطبعا وافي بيرفض ان هو يمد ايديه ليها، وبيرفض ان هو يتكلم معاها، وبيقول لها انا عارف ان ده عرض كويس وتعالى وتعاون معايا. فبيقول لها انا عارف ان ده عرض كويس بس انا اسف، انا ما اقدرش ان انا اقبل بيه، وبيرفض ان هو يسلم عليها او ان هو يحط ايديه في ايديها. فبتقول له خلاص، المهم ان انت العرض لسه قائم، فكر كويس وبعد كده ابقى رد عليا. بيخرج طبعا لقاء وبيخرج معاها لطفي عبود، وبيشوفوا ان ماجدة واقفة مع وافي، فبتبص لهم وبتمشي. وبعد كده بيتنده على عمرو ونيس علشان يدخل يقول أقواله. في الوقت ده طبعا لطفي عبود بيخرج وبيكلم وافي وبيقول له هي كانت عايزة منك ايه؟ فبيقول له هي كانت بتحاول تصالحني ما تشغلش بالك بيها. بعد كده بيكون قاعد عمرو ونيس قدام وكيل النيابة أو قدام حسين، فطبعا بيسأله بيقول له انت في علاقة ما بينك وما بين ندى؟ فبيقول له انا كنت مقدم على قرض ولسه القرض ما اتصرفش. فبيقول له ليه؟ فبيقول له لان طليقتي هي اللي موقفالي كل حاجة. وطبعا بيحاول يرمي التهم كلها على لقائه، وبيقول له ان هي مش سهلة، وان هي بيقول له انت فيه ليها اعداء. فبيقول له ده هي كل اللي حواليها اعداء. فبيسأله وبيقول له تتوقع ان هي اللي عملتها؟ فبيقول له معرفش، بس هي كانت علاقتها مش حلوة بندى عشماوي، وكمان يوم الحفلة طبعا كانت نظراتها محدودة، وكانت انا شفتها وهي قريبة من الأوضة. انا ما قلتش ان انا شفتها خارج من الأوضة، انما شفتها وهي قريبة من أوضة ندى عشماوي في الوقت ده. وطبعا هي كانت مترقبة ومتحفزة في كل كلامها مع اي حد كان موجود في الحفلة، وان هي بتعمل مشاكل، وحاول ان هو يرمي كل التهم على لقاء. بعد كده طبعا بتبقى قاعدة قدامه ماجدة علواني، وواضح ان هي اللي بتكون قايله له على كل الكلام اللي هو بيقوله ده. بعد كده بيخرجوا من النيابة، فبتقول له انت لازم تسمع كلامي في كل حاجة تتقال. بيقول لها انا استغربت برضو ان انت اتصلتي بيا وطلبتي ان انت تمسكي القضية. فبتقول له انا القضية دي انا ماسكاها لحاجة شخصية ملهاش علاقة بيك، انا مش محتاجة اتعاب ولا محتاجة حاجة.
انا اسمي كبير والاتعاب اللي انا اتكلمت معاك فيها دي ولا حاجه، انا ما يهمنيش الفلوس. فبيقول لها ان انا في شاليه، انا بيحاول يعرض عليها ان هو هيديها شاليه هديه وان هي تمسك له الشؤون القانونيه بتاعه القريه السياحيه اللي هو كان هيعملها. فطبعا بتبص له بتقول له انا مش محتاجه الكلام ده، انا كل اللي يهمني هي القضيه دي بس ان انا اكسبها، وده لان حاجه شخصيه ما بيني وما بين لطفي عبود وده ما يخصكش. بعد كده المشهد اللي بعده بيكون لطفي عبود قاعد في العربيه راجعين من النيابه، وبعدين بيهاجم طبعا لقاء لان هي ما قالتلوش ان هي ازاي رجعت الشغل بتاعها، وبيقول لها ازاي انت عملتي كده. فبتقول ان هي اكتشفت ان في علاقه ما بين ندى عشماوي وما بين عمرو ونيس، فعلشان كده هددت ندى عشماوي، وندى عشماوي رجعتها الشغل. امال انت كنت فاكر ان هي هترجعني ازاي؟ فبيقول لها ايه نوع العلاقه اللي كانت ما بينهم؟ فبيرد وافي وبيقول له هتكون ايه يعني نوع العلاقه اللي ما بينهم يا استاذ؟ فطبعا بيسكتوا. وبعد كده بيجي المشهد اللي بعده، المدير الجديد خالد عبد الله وهو واقف وموقف الموظفين كلهم قدامه، وواقف بيقول لهم انتوا طبعا احنا ما تعرفناش على بعض، بس انا جاي اعرفكم عليا، انا مش الشخص اللي بيقبل اي اعتذارات ولا اللي هقول ماشي او همشي الدنيا، انتوا ما عرفونيش، انا لو سألتوا عليا هتلاقوني ارخم مدير ممكن تتخيلوه، اسوأ واحد ممكن تتعاملوا معاه. فطبعا كلهم بيسمعوا كلامه وما بيعجبهمش، انا ما عنديش اعذار، انتوا في مخالفات عندكم كتيرة، وانا المفروض لما جيت كنت المفروض رفدتكم كلكم، بس انا هديكم فرصة اخيرة ان انتوا تصلحوا كل الاخطاء اللي عندكم دي، وانا ما عنديش كلام، ويلا كل واحد على مكتبه. الا طبعا منصور بيقول له الا انت، تعالى انا عايزك في مكتبي. فبياخدوا معاه المكتب بتاعه وبيدخلوا بيقعدوا. فلما بيقعد بيقول له ازيك، طبعا لانه هو جاي من المركز الرئيسي، ومنصور لما اتكلم قبل كده مع لطفي عبود قال له انه ساعتها ان هو كمان كان موجود في الفرع الرئيسي. فطبعا بيجي دلوقتي بيقول له انت عامل ايه وانا ما كنتش متخيل ان اشوفك. فبيقول له ولا انت. بيجي المشهد دلوقتي على باسم وهو قاعد هو وامينه، بيقول لها ده جاي بيورينا العين الحمراء وجاي بيهددنا. فبتقول له اي مدير جديد بيجي بيبقى عايز يثبت وجوده. في الوقت ده بيبص على الكاميرات وبيفتكر ان الكاميرات بتصورهم، وبيرجع يقعد مكانه. وبيجي لها رساله، بتقوم تخرج من المكتب علشان تسمع الرساله اللي جايه لها. فلما بتسمع بتلاقي أسامة شطة هو اللي على الرسالة، وبيقول لها ان هو مبسوط جدا ان هو شافها في الحفلة وكان نفسه يتكلم معاها بس الظروف ما سمحتش، وهي بتتبسط جدا من الرسالة اللي هو بعتها لها، وبيطلب منها ان هو يشوفها تاني لو امكن. وطبعا هي بتبقى مبسوطة وهي بتسمع الرسالة، وواضح ان هي هتروح وتقابله. بعد كده بيجي خالد عبد الله بيتكلم مع منصور، بيقول له اللي في مكانك ده بيبقى عصفوره، بيلمح له ان هو المفروض مثلا يكون عصفوره. فبيقول له انا عمري ما كنت عصفوره ولا شخصيتي بتقبل كده، علشان كده انا بحب امشي دايما امشي في حالي. قال له يعني انت ما بتتكلمش في حاجه وما بتقولش حاجه؟ قال له لا. قال له طب انا بس كنت عايزه اطمن لا يكون حد يعرف اللي كان ما بيني وما بين ندى عشماوي. فبيقول له هو ايه اللي كان ما بينك وما بين ندى عشماوي، ويبين له ان هو كانه ما يعرفش. فبيقول له برافو عليك، ده اللي انا كنت عايزه منك، ان انت فعلا ما بتتكلمش في اي حاجه. قال له انا ما بتكلمش في حاجه وانا في حالي، وانا ما اقبلش ان اكون على اخر العمر ده اكون عصفوره لاي حد. طبعا بيوضح له ان هو برضو مش هيكون عصفوره لاي حد. بتيجي ميرنا واقفه بتعمل لنفسها حاجه تشربها، وبيجي مجدي يقف جنبها وبتقول لها ما تبصيش على الكاميرات كاننا واقفين. بتقول له انت عايز ايه؟ وبتهاجمه في الكلام. بيقول لها احنا عايزين نعرف هنعمل ايه في اللي ما بيننا، في الشغل اللي ما بيننا. قالت له شغل ايه؟ احنا ما فيش ما بيننا وما بين بعض غير الشغل اللي هنا، اي حاجه بره الشغل ده ما تتكلمش معايا فيها، وعايزاك تنشف كده وما تقلقش. وبيبقى واضح ان هما في ما بينهم حاجه، وفي الوقت ده بيسمعهم باسم. المشهد اللي بعده بتكون ماجدة علوان راحت لكمال زين وبتعرض عليه ان هي تمسك له القضيه بتاعته وتمسك له القضيه بتاعه الشيك او الحواله اللي اتحولت من لقاء، بالاضافه كمان للقضيه اللي هو الاستجواب اللي هيجيله علشان ندى عشماوي. فهو طبعا بيستغرب وبيقول لها ليه انت جايه لي؟ ليه؟ انا عندي محامين كتير. فبتقول له انا عارفه كل المحامين بتوعك باسمائهم، بس انا مش عايزه امسك قضاياك، وانا اصلا ما يهمنيش الفلوس ومش مستنيه منك فلوس. انا الموضوع بالنسبه لي حاجه شخصيه، ان انا مش عايزه امسك لك غير القضيتين دول بس، قضيه الحواله بتاعتك بتاعه البنك قال لها هجيبها لك، وهجيب لك كمان عليها شكر من اداره البنك كمان، وهكسب لك القضيه بالاضافه للقضيه التانية بتاعه ندى عشماوي. انا كل اللي عايزاه منك بس ان انت تسمع كلامي وتقول تعمل كل اللي انا هقول لك عليه. بعد كده بيجي وافي ولطفي وهم رايحين المكتب وبقفوا بيتكلموا عن لقاء. فبيقول له انا برضو مش مطمن لها. بيقول له طب ما هي قالت كل حاجه، هي ما خبتش حاجه اهو. بيقول له انا مش عارف، انا شاكك فيها، انا مش عارف هي ظالمه ولا مظلومه. فبيقول له طبعا بيلمح له وافي ان انت كده شكلك معجب بيها، طب انت من جواك حاسس ان هي ايه؟ فبيقول له انا من جوايا حاسس ان هي فيها حاجه كويسه، بس هي في نفس الوقت مقلقه وانا مش قادر اثق فيها جد قوي يعني. فبيقول له لا ما تقلقش يا
يا استاذ انت طبعا عشان انت بس بتحب ان انت تشوف الناس على صورتها الحقيقية، وان انت بتشوف كل الناس نقية. بعد كده المشهد الغريب طبعا وهو ان سلوى بتيجي وبتفتح عربية بتدخل فيها، بيكون هو اللي موجودة في العربية بتكون لقاء. وده طبعا مشهد غريب لان ما ظهرش قبل كده ان هما ليهم علاقة ببعض. فبتتكلم معاها لقاء وتقول لها اوعي حد يعرف اللي ما بينا. فبتقول لها لا ما تخافيش، محدش هيعرف حاجه، انا ما اقدرش اقول اي حاجه. قالت لها اوعي تجيبي سيرتي في حاجه، ولا حد سالك تجيبي سيرتي في حاجه، فمعنى كده ان في علاقه ما بينهم وفي كلام. فبتقول لها سلوى لا ما تخافيش، انا مش هقدر اقول اي حاجه، بس انت تتوقعي ان ندى هتقوم تاني؟ فبعدين بتقول لها ما اعرفش، بتقول انا بدعي لها. فبتقول لها متاكده ان انت بتدعي لها؟ فبتطلع لها فلوس وبتديها لها وبتقول لها خدي الفلوس دي عشان الشغل اللي انت بتعمليه، دي الفلوس اللي انا بديها لك كل شهر. بس اوعي تقولي لحد ان انت كنت بتنقلي لي اخبار ندى عشماوي او بتقولي لي اي حد عليها لحسن نيجي في الرجلين، وما تحاوليش تتصلي بيا، وانا لما عاوزك هكلمك على اختي. الكادر اللي بعده بتكون الممرضه واقفه عند ندى عشماوي، وطبعا رياض بيكون موجود وبيسالها بيقول لها حالتها عامله ازاي. فبتقول له ما تقلقش في بيحصل معجزات. قال لها يعني ايه معجزات؟ يعني ايه ممكن ما تقومش؟ ده الدكتور بيقول 50% و50%. قالت له احنا هنا في المستشفى ياما بنشوف معجزات وما تقلقش خالص وربنا يقومها بالسلامه. فطبعا بيحاول ان هو يعاكسها وبيقول لها بيكتشف ان هي متجوزه ومعاها عيال، وهي بتحس انه بيعاكسها فبتسيبه وبتخرج. بعد كده بيقعد هو يبص على ندى عشماوي ويطمن عليها ويبقى قاعد جنبها. محدش طبعا فاهم النظره بتاعته اللي هو بيوصلها دي ايه، هل هو عايزها تقوم ولا مش عايزها تقوم. المشهد اللي بعده بيكون طبعا حسين المدرسه موجوده وبيسالها على اخته وعلى صاحبتها، فبتقول له ما تقلقش. فهو بيقول لها ان هو خايف من التكنولوجيا وان خايف اهالينا زمان احنا ما كناش كده. فبتقول له كل وقت مختلف عن الوقت اللي قبله وما تقلقش عليهم. بتكون صاحبتها اللي اسمها نورة قاعدة بتستند عليهم وبتخش تقول لها على فكرة اخوكي في علاقة ما بينه وما بينها وفي استلطاف ما بينهم. بتقول لها طب وايه المشكلة؟ فبتقول لها يلا نخرج نصور ورق. فقالت لها انا مش هروح معاكي، احنا مش محتاجين ورق نصوره. فبتقول لها عشان هنقابل انها هتقابل زميلها. فبتقول لها لا انا مش هنزل معاكي. قالت لها ده صاحبه عايز يشوفك. قالت لها انا معرفوش اصلا ومش هنزل معاكي. فبتسيبها وتمشي. بعد كده المشهد لقاء بتروح البيت بتستغرب، بتدخل تلاقي ماجدة علوان عندها في البيت. فبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول لها جاي اقعد معاكي. فبابا بيقول لها دي الاستاذه محاميه. فبتقول له انا عارفه، ما احنا شفنا بعض الصبح. فبيقول لها طب خلاص ما دام انتوا عارفين بعض. فبتقول له ما هي محاميه عمرو ونيس. فباباها بيستغرب. بيقول لها انت ما قلتليش كده. فقالت له مش فارقه. فطبعا بتقول لها انا عايزه اتكلم معاكي كلمتين لوحدنا. فباباها بيقوم. فبتقول لها انت عايزه مني إيه؟ انت ما فيش كلام ما بيني وما بينك، كلامك كله يبقى مع المحامي بتاعي. فقالت لها انا جايه بس عشان انصحك نصيحتين، اوعي تفكري ان لطفي عبود هيفيدك في حاجه. واول حاجه انا عملتها معاكي هي كانت الورق التقرير النفسي اللي ظهر، وبعدين انا لسه عندي حاجات كتيره. وقالت لها اسم واحده اسمها ريم. فقالت لها فاكره الاسم ده. فطبعا لما بتسمع الاسم ده لقاء فبتخاف. فبتقول لها ايه ده انت جايه بتهدديني؟ قالت لها انا عارفه ان انت ما تحبيش ان الموضوع ده حد يعرفه، فانا جايه اقولك عشان انا لو قلبت عليك وجبت لك اوراقك انت مش هتعرفي تفلفصي مني. فبتقول لها طبعا لقاء بتخاف. فبتقول لها انت ما تهددنيش، انا ما بتهددش. قالت لها ما انا عارفه ان انت ما بتتهدديش عشان كده انا جيت لك. وبعد كده بتمشيها وبتمشي. ويجي المشهد اللي بعده لطفي عبود بيكون رايح البنك، بيقعد مع مدير البنك الجديد. فبيقول له حضرتك انا عايز افتح حساب. فبيقول له حضرتك انا ما بتحتاجش انك تخش للمدير عشان تفتح حساب. فبيقول له لا ما انا عايز اسالك في حاجه تاني، اصلا انا محامي لقاء. فبيقول له طب حضرتك محامي لقاء ده ما يخصنيش، انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، انا لسه جاي البنك. قال له لا ما انا جاي عايز اعرف بس حاجه عن فتح الحساب. قال له اي موظف هيعرفك، انا هوديك لاي موظف يعرفك. وبيرفض ان هو يتكلم معاه في حاجه. المشهد اللي بعده بيكون مصطفى داخل المدخل عشان يطلع المكتب، بيلاقي ماجدة واقفة قدام الاسانسير. فبيقول لها مش حضرتك ماجدة؟ فبتقول له اه انا طالعة لطفي عبود اتصل لي بيه. فبيكون معهوش رصيد فطبعا بيتحرج وبيقول لها معاكي رصيد؟ بيكون لطفي عبود. بعد كده بيكون المدير قعده مع ميرنا. فبيقول لها انا عايزه افتح حساب. قالت له بس هنا الحسابات للمميزين العملاء المميزين بس. قال لها يعني ايه مميزين وانا مش مميز؟ فقالت له لا لازم الحساب يتفتح مش اقل من 5 مليون. فبيقول لها لا انا كل اللي معايا 20 مليون. قالت له لا حضرتك كده مش حساب مميز. قال لها طب انا لو عايزه افتحه ايه اللي يحصل؟ فبتقول له لازم على الاقل يكون عندك واسطه. فبيقول لها طب وانا واسطتي ممكن تكون مين؟ يعني تنفع نائبة المدير واسطة؟ فبتقول له اه لقاء. انت قصدك لقاء؟ لا حضرتك تروح للقاء بقى هي تعملك. فبتسيبه طبعا وبتمشي. وبيبان جدا ان هي متضايقة من اللقاء ومش حابة ان هي حتى تسمع اسمها.
بيقوم لطفي عبود بيخرج من البنك، بيشوفه عم منصور وهو خارج بيجري وراه وبينده عليه، وبعد كده بيوقف لطفي عبود فبيقول له نعم، فبيقول له انا عايزه اقول لك على حاجه. قال له ايه؟ قال له انا عارفك انت المحامي بتاع لقاء. فبيقول له اه. قال له لقاء دي جدعه جدا وكويسه وغلبانه وملهاش في اي حاجه، وانا بقول لك اهو هم عايزين يدبسوها. قال له مين اللي عايزين يدبسوها؟ قال له انا هقول كل حاجه بس مش دلوقتي، بس هم عايزين يدبسوها ويودوها في داهيه وهي مش قدهم، انا بقول لك وخليك فاكر الكلام اللي انا قلته لك ده. وطبعا بيقف لطفي عبود محتار لما بيسيبوا منصور. بعد كده المشهد بيكون ندى عشماوي في المستشفى ونايمه، وفجاه بيجي المشهد عليها وهي بتفتح عينيها، وبتخلص الحلقه على كده، الحلقه الثامنه. الناس اللي حابه تتابع باقي المسلسل ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه علشان يوصل لكم كل يوم المسلسل.